من صغرنا واحنا اتربينا على ان السرقه جريمه كبيره جدا، والحرامي دايما بيحاول يداري نفسه. بس للاسف في حراميه كتير جدا غير اللي بيستخبوا دول سرقوك وبيسرقوك وهيفضلوا يسرقوك لو ما فقتش. والحراميه دول بيسرقوا منك حاجات مهمه جدا من الصعب انك تعوضها، ده لو ما كانش من المستحيل. طيب يا ترى مين بقى الحراميه دول وبيسرقوا منك ايه؟ ده اللي هوضحه لك النهارده، فتابع معايا للنهايه لعلك تستفيد. مبدئيًا كده للأسف ما فيش قانون يقدر يمنع أو يحجم النوع ده من السرقة، لأن المشكلة الأكبر إنك بتتسرق بكامل إرادتك وفي الآخر بترجع تندم وتشتكي، فحاول تقف لحظة كده وتراجع نفسك، صدقني هتلاقي حواليك حرامية ولصوص كتير جدًا بيمصوا دمك وبيستغلوك، وده لأنك ببساطة جاهل وما عندكش دراية بالواقع اللي حضرتك عايش فيه. أولهم موبايلك اللي في إيدك، ده حرامي كبير جدًا للوقت والمجهود في الفاضي، والإنترنت حرامي بيسرق منك اللحظات الحلوة وبيخليك ما تستمتعش بيها في مقابل انك تلحق تشيرها على الستوري مثلا علشان تبان قدام الناس انك مبسوط. وبيسرق منك رجولتك وشهامتك لما تشوف اعتداء من شخص قوي على شخص ضعيف، فبدل ما تقف وقفة راجل وتنصر المظلوم بتخرج موبايلك بسرعة وبتصور علشان خاطر تلحق الترند من اوله. وطبعا كتير جدا شفنا او سمعنا عن النماذج اللي زي كده، ومواقع الافلام والمسلسلات وكمان التلفزيونات واللي شغالين عليهم حرامية وبيسرقوا منك عمرك وفلوسك وافكارك، وبيحشوا جوه دماغك افكار مريضة، وبمنتهى الاحترافية بيزرعوا جواك كل الافكار اللي يقدروا يخلوك بيها شخص سلبي وناقم على حياتك وبلدك واهلك وعلى الواقع اللي انت عايشه. وقعدات القهاوي والرغي ليل نهار في حواديت لا بتقدم ولا بتاخر دول برضو حرامية وقت ومجهود في الفاضي. وتفكيرك في مواقف الفشل اللي انت مريت بيها في الماضي بتسرق منك الحاضر وبتشكل عندك نظرة سلبية عن المستقبل. وسهرك طول الليل بدون اسباب واضحة ولا مفيدة حرامي برضو بيسرق منك يومك وصحتك. والمخدرات بقى والخناقات والمعاكسات وشبحنتك مع البنات والتنطيط شمال ويمين على النواصي، كل دول وغيرهم كتير جدا من ضمن الحرامية اللي موجودين في حياتنا كلنا، وبيسرقوا من حضرتك ومني ومن غيرنا كتير جدا وقتنا وفلوسنا ومجهودنا، واحنا بمنتهى الرضا والاستسلام والانكسار لشهواتنا ماشيين وراهم ومغيبين. فاحب اقول لك انك مع الوقت هتلاقي نفسك بتتاخر ومش عارف ولا قادر انك تحقق اي حاجه ولا حتى قادر انك تفيد نفسك ولا اللي حواليك، وهتلاقي انك طول الوقت بتشتكي وعايش في دور الضحيه، ودايما بترمي اللوم على ظروفك او على وضع بلدك او على اهلك او على اي حاجه بعيده عنك علشان بس تريح ضميرك وما تحسش انك مقصر. وطبعا ده غلط كبير جدا، والمشكله بقى انك عارف ومتاكد انه غلط، وعارف برضو ان مفيش اي حد هيدفع ثمن الغلط ده غير حضرتك، ومع ذلك بتكمل في الكذبه دي وكمان بتصدقها. وعلشان كده يا صديقي انا النهارده حابب اقول لك بلاش تركز مع الحرامي اللي ممكن يكسر شقتك، ولا تركز مع النشال اللي كل همه محفظتك او تليفونك، لان دول بكل بساطه امرهم سهل جدا. والاهم انك تركز مع الحراميه اللي بيجوا ينادوك ويقولوا لك يلا يا حماده تعالى احنا جايين نسرقك، ودول الاولى انك تركز معاهم كويس جدا وتفهم هم بيعملوا ايه وليه، علشان ما تبقاش مغفل ويضحكوا عليك تاني، وعلشان برضو ما تديلهمش وقتك ومجهودك وعمرك وفلوسك برضاك وترجع بعد كده تشتكي. فمن دلوقتي مهم جدا انك تبدأ تفلتر حياتك وتشوف انت مضيع وقتك ومجهودك وفلوسك في ايه ومتابع ومهتم بمين، وابدأ ابعد عن اي حرامي بيستنزفك وبيحط لك السم في العسل علشان يسرقك تحت اي مسمى وانت مش واخد بالك، سواء بقى كان تحت مسمى الاعمال الفنية اللي بتشكل الواقع او الاشخاص اللي انت بتتابعهم وبتتأثر بيهم او ايا كان المسمى. يا رب الرسالة كده تكون وصلت. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.